هو ليه الفنان عادل إمام قال للفنان نور الشريف شيلني من دماغك يا نور وصون العيش والملح وبلاش اتكلم؟ مش بس كده، ده الفنان محمود المليجي قعده سنة في البيت من غير شغل، وده طبعا كان في بداية مشوار نور الشريف الفني. ده كمان الفنان محمود ياسين مشاه من فيلم عشان كان بيغير منه جدا. واهلا بكم في قناتي اخبار النجوم مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، اختكم محتاجه دعمكم. حابه اشكركم على دعمكم الدايم ليا، ويا رب يديمكم نعمه في حياتي. الحضور الراقي المحترم. بتبتدي الحكايه لما كان الفنان محمود ياسين كان داخل الاستوديو عشان يصور فيلم مع سبق الاصرار اللي كان هو بطل الفيلم الاول، وفجأة لقى الفنان نور الشريف قاعد ومركز جدا في الدور وفي ركن لوحده وعمال بيقرا السيناريو بتركيز شديد. وقتها وش محمود ياسين وشه قلب وبقى مش عارف هو ده موجود هنا بيعمل ايه، اللي خلاه راح فورا للمخرج اشرف فهمي ولمؤلف الفيلم مصطفى محرم وخدهم على جنبه وقال لهم هو نور بيعمل ايه هنا. رد عليه المؤلف مصطفى محرم وقال له هيبقى الدور اللي قدامك، انت البطل يا محمود مفيش غيرك. استغرب وقتها محمود ياسين وقال له بس احنا اتفقنا ان فريد شوقي هو اللي هيعمل الدور قدامي. وقتها كان في تنافس شديد جدا بين نور الشريف ومحمود ياسين، غيرت محمود ياسين منه. ورد مصطفى محرم وقال له فريد شوقي يا عم اعتذر. وقتها حس محمود ياسين ان في لعبه بتتعمل عليه، ان هم بيورطوه في الفيلم وان كده نور الشريف هياكل منه جو الفيلم. فقرر محمود ياسين وقتها ان هو ياخد بعضه ويمشي من الاستوديو ويلغي تصوير يوم التصوير. وساعتها وقف محمود ياسين وبص لهم كده وقال لهم اعتبروني منسحب. لكن المؤلف مصطفى محرم عشان يرجعه ويقنعه انه يكمل معاه الفيلم قال له، واللي حكاه الاستاذ مصطفى محرم في كتابه حياتي في السينما، بيقول ان الفيلم ده عرفه ان نور الشريف ممثل ناضج وناصح. بيكمل وبيقول فعلا انا والمخرج اشرف فهمي كنا مرشحين فريد شوقي للدور قدام محمود ياسين، وفعلا وافق محمود ياسين. ولكن لقيت اشرف فهمي المخرج بيقول لي ما تيجي نجيب نور الشريف يعمل الدور ده، هيبقى جامد جدا وهنبيع بيه. قلت له لا ده صعب جدا ان نور يوافق، ده محمود ياسين ليه 60 مشهد، الدور اللي قدامه هيعمل بس 36 مشهد. ورد وقتها اشرف فهمي وقال لي طب ما نحاول كده يمكن نور الشريف يوافق. فعلا كلمنا نور الشريف وطلب مننا سيناريو الفيلم وقراه وعجبه جدا وقال لنا موافق ان انا اشتغل الفيلم بس في شرط واحد، ان مفيش مشهد ليا ينحذف. عايزين تزودوا مشاهد محمود ياسين ما عنديش اي مانع، حتى لو زودتوها للضعف. بيكمل المؤلف مصطفى محرم وبيقول كنا خايفين نقول لمحمود ياسين ان نور معاك عشان ما يعتذرش. وفي الفيلم كان كل واحد فيهم بيعلي على التاني. وفعلا نور الشريف كان ذكي رغم صغر حجم الدور، الى ان الدور كان قوي. اكد ساعتها نور الشريف انه ناضج فنيا، ونضوج نور الشريف ده ما كانش وليد اللحظه او وليد الصدفه، لكن نور الشريف كان مر بمرحله فيها تخبط شديد علمته وقتها ازاي يكون ناضج فنيا. والحكايه ان نور الشريف في مرحله البدايات كانت سمعته سيئه جدا، وصل ان كانت هتكون نهايته في السينما على يد محمود المليجي. والحكايه بدايتها ان نور الشريف كان بيحب بوسي، وفعلا حب كبير وفي بدايه مشواره الفني، وكان معروف وقتها هو وبوسي اللي كانت بنت صغيره، وفعلا ارتبط بيها وحبها حب شديد جدا. ولكن ابوها وامها رفضوا ان هم يرتبطوا ببعض، بس هم كانوا مرتبطين ببعض في السر. لكن لما عرف ابوها وامها ان هي لسه على علاقه بنور الشريف، مش بس كده، ده نور الشريف طلع بتصريحات في الجرايد عن بنتهم وغصبوا عليها وقتها ان هي تبعد عنه. بالفعل بعدت عنه حوالي سنه كامله. السنه الكامله دي كانت حياه نور الشريف صعبه جدا. كل الصحف كانت بتتكلم عن اخباره وغرامياته، وان هو على علاقه بناهد شريف مره، ويقولوا مره ان هو مرتبط بميرفت امين. كل ده كان عادي، مجرد اشاعات. المشكله كانت ان هو غير ملتزم بالتصوير، كان دايما بيتخانق مع كل المنتجين. ولكن الازمه الكبيره اللي مر بيها هي ازمته مع محمود المليجي، وهي الاشهر في الوسط الفني. الحكايه ان نور الشريف كان يعتبر الفنان الكبير محمود المليجي استاذه في الفن، رغم ان كل المنتجين كانوا بيشتكوا من نور الشريف من عدم التزامه والسهر الكتير. لكن محمود المليجي كان متحمس له جدا ومعجب بيه، وقرر انتاج فيلم ليه، وبالفعل انتج له فيلم اسمه مدينه الصمت. وده لانه كان مراهن على موهبته، كان شايف ان نور الشريف يمتلك موهبه. رغم ازمته ونزواته الفنيه كان بيقول محمود المليجي مستحيل نور الشريف هيغدر بيا زي ما غدر بأي منتجين أو عمل مع أي منتجين تانيين. لكن اللي حصل العكس، نور الشريف عمل أزمة كبيرة مع محمود المليجي، وده لأنه رفض يكمل الفيلم بسبب رفضه ميعاد عرض الفيلم. وحاول محمود المليجي إقناعه، ولكن اضطر الفنان محمود المليجي يهاجمه في الصحف
وقال ان نور الشريف واضح انه جديد في السينما ومش فاهم اصول الانتاج. مش بس سكت على كده، بل كمان انه طلب من كل المنتجين عدم التعامل مع نور الشريف، والتصريح ده خلى اي منتج يخاف يتعامل مع نور الشريف، الى انه اضطر ان هو وقتها انه يسافر بره وراح اشتغل في لبنان، وده خلى اسهمه في السينما المصريه نزلت. وبعد سنه رجع واتجوز بوسي، وعرف ازاي يرجع يشتغل تاني، خفض من اجره ورجع تاني للعروض الفنيه واتعرض عليه افلام، وصمم ساعتها نور انه يرجع اقوى من الاول وبقى انضج فنيا، بقى يختار ادواره بعنايه واهتمام حتى لو دور صغير. من اشهر ازمات نور الشريف هي ازمته مع عادل امام. العلاقه كانت بين نور الشريف وعادل امام في الاول كانت صداقه، لان عادل امام هو اللي رشحه لدور كمال اللي عمله نور الشريف في اول حياته او في اول مشواره الفني في ثلاثيه نجيب محفوظ قصر الشوق. اللي كان مرشح للدور ده دور كمال كان هو عادل امام، لكن عادل امام اعتذر عن الدور وقال للمخرج حسن الامام هاتوا نور الشريف. كان شافه في معهد السينما وقال عليه للمخرج حسن الامام ده ممثل جامد. ولما عرف نور الشريف ان عادل امام هو اللي رشحه للدور احترمه جدا، وكان بيتكلم عن عادل امام بشكل كويس جدا. ومرور الوقت وترت العلاقات بينهم، لان نور كان المرشح الاول لفيلم الغول، ولكن قال لوحيد حامد ولسمير سيف المخرج انا مش مقتنع ان نيلي تبقى البطله قدامي، لازم تجيبوا بوسي. لكن وحيد حامد المؤلف رفض بشده وقال ان نيلي هي اللي هتبقى البطله قدامك، وقال له كمان اما نيلي تمثل لا اما ما فيش فيلم. واعتذر وقتها نور الشريف عن الفيلم. وقتها كلم وحيد حامد عادل امام، عجبه الفيلم جدا ووافق ان نيلي يتحط اسمها كمان في الافيش قبل اسمه. لكن نور الشريف لما شاف الفيلم ضايق جدا وتوترت العلاقات بينهم. نور الشريف كان في احد المهرجانات واتعرض وقتها فيلم حتى لا يطير الدخان لعادل امام عشان الفيلم ياخد جوائز. وقتها الفيلم ما خدش جوائز، وافتكر عادل امام ان نور الشريف هو اللي ورا ان الفيلم ما خدش جوائز، انه وقتها كان عضو لجنه تحكيم، رد له القلم قلمين. ولكن نور الشريف وقتها خرج وقال ان هو صوت لفيلم حتى لا يطير الدخان، واللي ما صوتش للفيلم هو محمد خان المخرج اللي كان عضو في لجنه التحكيم. اكد نور الشريف ان ده ما كانش ذنبه. ولكن بمرور الوقت عادل امام ونور الشريف رجعوا لبعض اصحاب جدا، زالت الخلافات بينهم. ودايما الفنانين بيقولوا بينهم وبين بعض الادوار ارزاق. يعني عادل امام رفض افلام كتير راحت لناس تانية وكانت سبب شهرته، ونور رفض فيلم الغول وراح لعادل امام. والحقيقه ان الغيره الفنيه دي اللي بتخلينا نشوف عبقريه الفنان في التمثيل والتقمص، وفي الاخر بيبقى الحكم للمشاهد. رحم الله الفنان الكبير نور الشريف، وتغمده بكامل الرحمه والمغفره.